التي تم القبض فيها على تلك السيدة كانت إلى حد ما طريقة عنيفة بعض الشيء كتعامل مع سيدة يعني. أيوة. بالنسبة لهذه السيدة، نعم، يعني هو المفروض ان في وسائل اخرى لاحكام السيطرة نعم. على المتهمين، المفروض ان هي تراعى، المفروض ان هي يعني دائما نقول يجب أن تراعى وسنعوض عليها وسنزورها. أيوة. ونقول أيوة. لها كذا. أيوة. يعني لماذا لا نتفادى كل هذا قبل حصوله؟ لأنه التعويض في بعض الأحيان ربما هؤلاء لا يزالون على قيد الحياة، غيرهم وغيرهن ربما أخطاء مماثلة قد أدت إلى وفاتهم أو إلى استشهادهم. كيف سنعوض عليهم؟ خلينا نقول أن التعامل في الشارع والأحداث والظروف اللي هي بتبقى محيطة بتعامل رجال الشرطة في التظاهرات اللي هي بتبقى معظمها أو لم يكن كلها غير سلمية، بتخلي الموقف ملتبس. يعني أنا عايز ألقي القبض على شخص علشان أحاول أن أنا أقيد حركته خشية أن هو يتعدى عليا ويصيبني، فالموقف بيبقى ملتبس، فأنا ما باخدش صورة وقيس عليها يعني بشكل عام أن ده هو اللي بيحصل بصفة دائمة في التعامل مع التظاهرات. يعني بس يعني الصورة، يعني طالب الجامعة حواليها 3 من رجال الشرطة، وفي حد برتبة نقيب على ما أظن، في حد برتبة نقيب. يعني دي طالبة عاوزة كل الجهد الأمني ده. يعني ليش إنه مثلا على الأقل إنه يكونوا ستات في الشرطة هم من يهتمون بمواجهة تلك المظاهرات منعا للإحراج أو منعا لتسبب بأذية أو ما يعتبره البعض انتهاك أعراض في هذا بيبقى يعني في بعض المظاهرات بتبقى في موجودة شرطيات للتفتيش خشية أن يكون